وهجفاد انت وهو تجليب على الفيس، وتعالى اسمع خلاصه اللي حصل الساعتين اللي فاتوا من العمده. نبدا يا بيبي التجيله اللي تخلي الدم يلطش في النني. ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا شرف ابو ظبي، الف حمد لله على السلامه، واستقبلوه بقى بالطبل والزمر وفرشوا له الارض رمل، وكل المسؤولين بقى في الامارات طالعين يشكروه ويقولوا له مش هننسى ابدا وقفتك معانا، وان انت اول واحد زارنا واحنا في الحرب، واللي انت عملته يا بابا احمد ده جميل كبير مع الامارات عمرنا ما هننساه يا بيما كله بتامنه. قالوا له وفائك معانا فاق الحدود، لاحسن لملة على وفاء. قالوا لي بقى هتردوا له الوفاء والجميل ده على حساب مين؟ على حساب عطش المصريين. اخواتنا اللي في الامارات انتوا حبايبنا وعلى راسنا، بس الموضوع ده ما فيهوش وقفه في النص، ده لا معانا لا علينا. فبالذمه بس فهمونا موقفكم وخلينا على نور وبينا كده مع بعض من الاول. الجماعه بقى في طهران لسه زي ما هم على موقفهم ونازلين دعك في اللي ما يتسموا كما هم من امبارح. نزلوا عليهم يا بيب 30 واحد باليستي، وزن الواحد معدي ال 2 طن. يعني هم طلعوا بتصريحات امبارح قال لك مش هنضرب عليهم باليستي تاني اقل من طن. امبارح قال لك طن ونص، النهارده نفذوا على 2 طن. نزلوا فين بقى؟ نزلوا فوق دماغتهم في اللد والنقب في فلسطين بتاعتنا. وفي وسط كل الضحك اللي شغال ده هم طالعين يقولوا لك لا احنا كويسين قوي، والله ما حد عندنا اتخربش. امال يعني الجنازات والناس اللي لما تلطم وتصوت ده ايه؟ خدوا بقى يا بهوات الفضيحه اللي ريحتها جابت المحيط الهندي. الواد ابو حنان اللي كان عامل فيها بطل وقاعد يتمنظر بالقوه الامريكيه، طلع مش بطل ولا حاجه، طلع من ورق. الصحفي الامريكي الكبير بيري جونسون فضح الليله، قال لك ابو حنان كل اللي عمله يا بيه انه جاب 3 حراس من المجربين جو المدور وعرض عليهم يا بيه 50 مليون دولار. قال لهم خدوا الدولارات وسلموني مدور ومرته من غير اي مقاومه. ايه ده يا ابو حنان؟ يعني مش الاف بي اي ولا القوات مش عارف مين الخرشمبيه الامريكيه هي اللي عملت كده؟ جونسون بقى قال لك والمفاجاه الكبيره ان بعد ما الخونه نفذوا وعدهم مع ترامب، المعلم ترامب باعهم واشتغلهم وما ادهمش مليم. اوبا يا ودي يا نمس، يعني حتى ابو حنان اما يخون الخونه. وده رساله يا جدعان ان اي خاين اما يبيع اهله ملوش تمن. وطبعا الجماعه في طهران في الكام يوم اللي فاتوا فضح ابو حنان اكتر ما هو مفضوح، وبينوا للعالم كله ان كل القوه والغطرسه الامريكيه اللي عمالين يتمنظروا بيها ويفتروا بيها على خلق الله ده شغل وكلام فاضي كله ورق وهطل. خدوا بقى الكبيره يا اخواتي العمده، الخبر اللي يخص جيبك يا ريس. مسؤول ايراني كبير طلع قال لك ايه بقى للسي ان ان، قال لك خلاص يا بيه احنا هنفتح مضيق هرمز بس بشرط هنفتح المضيق لاي حد يدفع بالاوان الصيني مش بالدولار. هتدفع بالدولار هتخش النار. والكلام ده طبعا يا جماعه ضربه كبيره للولايات المتحده، وهيخلي امريكا وابو حنان يلفوا حوالين نفسهم. ما هو خلاص كده يا جماعه البترو دولار اللي ساندهم هيفسي، وطبعا الكلام ده يا بيه هيخلي اقتصاد الصين يلعلع لفوق، وهيخلي الجماعه التانيين يوقعوا لتحت اكتر ما هم واقعين. وده لو حصل يا جماعه ابشروا البترول هينزل والبنزين هينزل وكلنا هنفول. خدوا بقى الخبر الحلو ده، الواد ابن سمورتج اللي هو اكتر وزير اما يكرهنا في حكومه اسراء، الواد ده اللي جماعه بتوع طهران اصابوه من يومين وحالته كانت في الكنافه. الواد دلوقتي يا جماعه وضعه خطر وعظمه كله مكسر. وطبعا احنا كلنا كعرب اما ندعي ربنا ونصلي له ونقول يا رب وخده وريحنا من خلقته هو وابوه اللي تقطع الخميره من البيت. يا وجع سواد عليك يا ابو حنان. اسمعوا الخبر الغريب ده قوي يا جماعه اللي محدش يصدقه. امريكا يا باشا كبيك اتسرق منها 4 طيارات بدون طيار من قاعده عسكريه في قلب امريكا نفسها. هو يا جدعان الكلام ده انتوا راكنينهم في خرابه؟ اول مره والله العظيم اشوف دوله ما تتسرق منها طيارات من قاعده عسكريه. وقالوا لك ايه بقى احنا عاملين مكافاه لاي حد يدل على الطيارات دي 5000 دولار. 5000 ايه يا عم؟ ده مش تمن موتوسيكل حلاوه صيني. وامريكا بقى يا جماعه كل كلامها ان الطيارات دي تتم بها عمليات جوه امريكا نفسها يفضحها السودا بجلاجل. وانتوا عارفين يا جماعه تكلفه الحرب دي على امريكا كام في اليوم يا جماعه؟ التشغيل بس، يعني الطيارات بتاعتهم تروح بس كده وتيجي من غير ما تتضرب. تخيل كام كده يا مؤمن؟ مليار دولار في اليوم. خد بقى يا بيه اللي في الجون ده وزير الحرب الامريكي اللي اسمه بيت طلع قال لك ايه؟ القاده الاماراتيين كلهم مستخبين في الانفاق. راح طلع له علي الرجاني من طهران رادد عليه جدعان قصف جبهه جامد قوي. قال له يا بيه القاده بتاعتنا من قبل ومن بعد الحرب واقفين وماشيين عادي وسط الناس. طمني بقى على القاده بتوعكم هم فين؟ في جزيره ابستن اما يلعبوا هناك مع الصواريخ الصغيره اما يفرجعوها. قصدي طبعا الفضايح اللي والله العظيم يا جماعه انتوا مزاجكم عالي قوي في ايران. الواد لارجاني طير جبهه بيت رجعها واشنطن متخيطه غرزتين. البيه بقى اللي اسمه زيلينسكي رئيس اوكرانيا حب يطبل لترامب، قال له انا مستعد اساعد امريكا في حربها ضد ايران. يا اخي تتوكس وتخليك في اللي انت فيه. راحوا جماعه في طهران طلعوا ردين عليه وقالوا له يا عسل طب ايه رايك بقى اوكرانيا بقت من
النهارده بعد اللي انت قلته ده من ضمن اهدافنا. ومن وقتها بقى والمعلم بوتين قاعد يخمس تحت بيت زيلينسكي وعامل له زفه بلدي. حد سامعني؟ حد شايفني؟ تابعوا العمده عشان تعرفوا كل جديد، واعملوا له فولو وشيروا له وابعتوا له.